الحمد لله مرقنا من طريقنا من أدرة إلى الجنينة. الحمد لله الطريق سالك والأمور مستدبة والوضع مؤمن والحمد لله، وحسي وصلنا للجنينة وإن شاء الله الطريق مؤمن، ماشيين لمناطق مختلفة نيالا وزالينجي ومدخن، والحمد لله الأمور كلها مستدبة تمام، ما في أي عوجة إن شاء الله. تأمين تمام، القوات الدعم السريع هم عامين الشارع والأمور كلها تمام، والحديد ماشي بسلامة إن شاء الله. قال السودانية بتعمل الإجراءات للعربات بتطلع لها التصاريح. طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. نحن الآن اليوم بصدد استقبال القافلة الإنسانية التي وردت من المعبر أدري. استقبلنا عدد 26 شاحنة محملة بجميع المواد الغذائية، ونحن من جانبنا كقوات دعم سريع جاهزين كل الجاهزية في تأمين هذه القوافل داخل مناطق سيطرتنا، وإن شاء الله متعاونين مع كل المنظمات اللي بتقدم الخدمات الإنسانية خاصة في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع. من هنا أنا بناشد المجتمع الدولي بتوفير المزيد من الإغاثة، لأنه هنالك ناس الآن متضررين. بالنسبة الحماية نحن والله يا جماعة أي عربية بتاع إغاثة تحت مسؤوليتنا، وحتى الموظفين بتاع برنامج الأغذية العالمية الآن تحت حمايتنا. نحن والله يا جماعة جاهزين في كل الجاهزية ومتبعين القواعد اللي بتتوجه من القيادة العليا من الفريق أول محمد حمدان دقلو. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. بحمد الله وتوفيقه قد استلمنا اليوم من مكتب الإغاثة السودانية في مجال العمل الإنساني، ونحن في قوات الدعم السريع وقوة حماية المدنيين في إهبة الاستعداد والجاهزية لحماية كل هذه العربات والشاحنات حتى تصل إلى المناطق التي يحتاج مواطنيها. هي عبارة عن مواد غذائية وأدوية تصل إلى كل من كرينيك وأزرنيه وأمدخن، كل محليات الجنينة ومناطق سيطرة قوات الدعم السريع. والحمد لله وبفضله نحن بننفذ في توجيهات السيد القائد الهمام البطل الفريق أول محمد حمدان دقلو برعايتنا بالمواطن ومعاش المواطن وحماية الإغاثة الدولية. ومن هنا نرحب ونشكر كل من تعاون في المجال الإنساني، ونشكر الأمم المتحدة في مجال العمل الإنساني والتطوعي، لهم الشكر والتقدير برغم أنف الحروب وضرب الطيران للمدنيين المستقرين الآمنين من قوات الكيزان والبرهان من أجل تشتيتهم وترويعهم، ولكن بفضل الله وعزيمة الرجال ووحدة كل مجتمع الإنساني الدولي بأن يكونوا آمنين مستقرين وبحماية تامة من قوات الدعم السريع.